الرئيس الفرنسي ماكرون يطل على المغاربة بالفيديو: نحن معكم الآن وغدا. الرئيس الفرنسي ماكرون يطل على المغاربة بالفيديو: نحن معكم الآن وغدا، بعد الهجمة الشرسة التي شنها الإعلام الفرنسي على المغرب آثر قبوله بعروض المساعدة المقدمة من 4 عواصم فقط دون باريس، وترويجه لما أسماه الرفض المغربي تلقي هذه المساعدات، رغم التوضيحات المغربية بأن تعاطي الرباط مع عروض المساعدة الدولية كان بناء على مقاربة راعي بالدرجة الأولى احتياجات المملكة. وبعد التصريحات الإعلامية لكاترين كولونا بأن الرباط لم ترفض أي عرض وأنها تتمتع بالسيادة الكاملة في هذا الإطار، خرج الرئيس الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء بدوره ليوجه رسالة مباشرة إلى الشعب المغربي عبر من خلالها عن وقوف فرنسا إلى جانب المغاربة في هذه المحنة الأليمة. ماكرون الذي أطلع على المغاربة عبر مقطع فيديو على حسابه على منصة إكس تويتر سابقا قال: نحن هنا ومستعدون لإرسال مساعدات إنسانية مباشرة، مضيفا: أتمنى أن تتوقف كل هذه الخطابات الجدلية التي ليست في محلها، والتي تعقد الأمور في هذه اللحظة المأساوية على حد تعبيره، مجددا في الوقت ذاته استعداد باريس لتقديم يد المساعدة في جميع المجالات التي قد يرى المغرب أننا سنكون مفيدين له فيها. خاتم كلامه بالقول: نحن معكم الآن وغدا. سعيد بالركنان، محلل سياسي، علق على خرج ماكرون بالقول إن فرنسا ظلت تحاول بجميع السبل ومنذ مدة طويلة تذويب جبل الثلج الذي خيم على العلاقات المغربية الفرنسية بسبب الموقف الرمادي لباريس من سيادة المغربية على إقاليمه الجنوبية، مر عبر تفعيل لوبيات الضغط في البرلمان الأوروبي ضد مصالح المغرب وضد سيادته على قراراته، ومرات أخرى عبر تفعيل الوساطات البرلمانية والحزبية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل هذه الأساليب فشلت في وضع الدولة الفرنسية على لائحة الاستثناءات من الشروط التي حددها خطاب العرش في استمرار علاقات الصداقة بين المغرب ودول العالم، والتي تمر عبر الموقف الإيجابي من سيادة المغرب على صحرائه. وأضاف باراكونان في تصريح لهوسبريس أن القدر فتح لفرنسا فرصة إنسانية اعتقدت معها أنها يمكن أن تلد من رحم الأزمة المترتبة عن الزلزال حلولا سياسية بل باس إنساني، مشددا على أن المقاربة التي اعتمدها المغرب في قبول مساعدات الدول لم تدخل في حسب أنها فرنسا، وبالتالي فإن خروج ماكرون بهذا الشكل هو استصغار لفرنسا أكثر منه محاولة توريط الحكومة المغربية من خلال وزارة الخارجية مع الشعب المغربي، وحول مخاطبة ساكن الإليزيه الشعب المغرب بشكل مباشر. قال المحلل السياسي عينه: كان من الأجدر على ماكرون بدل أن يخاطب المغاربة أن يخاطب الفرنسيين أولا ليوضح لهم الأسباب التي صنعت هذا البارود الدبلوماسي بين البلدين، خاصة في ظل تنامي دعواته الداخلية لإعادة مراجعة سياسته المغاربية. الخلافات الدبلوماسية السياسية تقوي العلاقات الإنسانية، لكن ماكرون بهذا الخطاب يعتقد أن المغاربة لهم موقف غير موقف الدولة، وأنه بخطاب الإنسانية هذا قد يحرج الدبلوماسية المغربية. يسجل باراكونان
الذي أشار إلى أن خطاب ماكرون هو خطاب إنساني يلبس بذلة استعمارية قوامها التفرقة، ويحمل بين كلماته رسالة مشفرة ومبطنة للمغاربة مفادها أن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية في عدم السماح لفرنسا من أجل التدخل لمساعدتهم. وخلص إلى أن المشاورات حول المساعدات الإنسانية تبدأ أولا بالقنوات الدبلوماسية، لافتا في الصدد ذاته إلى أن إقدام ماكرون على هذه الخطوة هو أولا استصغار لفرنسا التي تريد أن تتجاوز الدولة المغربية ومؤسساتها السياسية لما خاطبت المغاربة مباشرة، وتكريس للنظرة الاستعمارية التي تحاول باريس استعادتها بعد أن نخفت بريقها على المستوى الإفريقي، كما أنه محاولة من ماكرون التبييض موقفه الانتخابي أمام القاعدة الانتخابية للجالية المغربية في فرنسا التي كان يعتمد عليها، وبالتالي محاولة إيجاد موطئ قدم له في المشهد السياسي الفرنسي مستقبلا.